بصفه اساسيه في بعض اللقاءات. فرحان جدا طبعا، ده اول بطوله للنادي وبطوله صعبه وكانت صعبه علينا، كان الفرق كتير، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده ونفرح الجمهور ده كله. كمان معايا النجم عماد متعب المؤلم. عماد النهارده فرحه كبيره ليك خاصه بعد رجوعك، تقول ايه لكل الجمهور العظيم ده؟ الحمد لله، الف مبروك على بطوله الدوري، بطوله عظيمه وبطوله مهمه وجات عن تعب، يعني عن مجهود كبير، فالحمد لله يعني بعد مستر مانويل جوزيه حضوره اعتقد ان كل حاجه اختلفت. اكيد طبعا، مستر مانويل مدرب عظيم، وبقول له بجد انت مدرب محترم واحنا بنستفاد منك كتير جدا، واتمنى وجودك معانا على طول. ايه الرساله اللي توجهها مش بس لجمهور النادي الاهلي، للاداره ومستر مانويل وزمايلك اللعيبه؟ بشكر الجمهور العظيم ده واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره وعلى وقوفهم جنبنا وعلى مساندتهم لينا، والحمد لله النتاج بتاع ده ان احنا قدرنا نحقق بطوله الدوري. انا اعتقد ان هي بطوله غاليه وبطوله مهمه هنفرح اسبوع بس عندنا ماتش الوداد والبطوله الافريقيه، تقول ايه؟ اقول الحمد لله خلصنا من بطوله مهمه ونبدا نركز في الاهم وخلاص، يعني من دلوقتي هنبدا نفكر في مباراه الوداد ان شاء الله. شكرا ليك يا لسه معانا النجم احمد فتحي نجم النادي الاهلي، ولسه معانا لقاءاتنا. احمد فتحي عايز اقول لك يمكن تستحق، يمكن من احسن اللعيبه اللي مستواها ثابت طول الموسم ده، بفضل مين يعني يرجع الفضل لمين يا احمد؟ طبعا توفيق من عند ربنا، ما فيه. الله يكون في عون اللعيبه زي ما انتم شايفين معلش. احمد عادل عبد المنعم النهارده حارس عرين النادي الاهلي، يمكن النهارده موسم كبير لاحمد عادل، التوتال كل الماتشات كان اديته بشكل كويس. تقول ايه عن البطوله الكبيره دي للنادي الاهلي؟ انا بادي بس البطوله دي قبل اي حاجه الوالد الله يرحمه كان نفسي يشوفني في المكان ده. الحمد لله النهارده انا بتوج بطل مع زمايلي والجهاز الفني الحمد لله، وباديله الفوز ده. وعن الاداء الحمد لله انا لاعب، احنا التوتال بناخد توتال مش بناخد ماتش بماتش. الحمد لله فرحنا الناس دي كلها واقفه معانا من اول الدوري، ناس مساندانا، بشكرهم كلهم، بشكرهم الحمد لله.